بيقولوا ياما في السجن مظاليم طبيعي، إنما عفريت ومظلوم دي ما تجيش. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. حكاية النهاردة حصلت في مصر وبالتحديد في مدينة طوخ، لما تعطل قطر بضايع كان جاي من اسكندرية، فوقف على الخط الرئيسي قبل محطة طوخ بحوالي 3 كيلومتر، وما كانش فاضل على القطر السريع اللي هو الإكسبريس اللي كان رايح القاهرة غير نص ساعة. بس المشكلة اتحلت على إيد حسن إبراهيم الجرحي اللي كان وقتها ملازم تاني في مركز طوخ، وقرروا بعدها تخزين قطر البضايع اللي كان عليه آلاف الشوالات من القمح لحد الصبح، ويكون تحت حراسة حسن بتكليف من المأمور. فقرر وقتها الضابط حسن إنه يبات في أوضة ناظر المحطة عشان يشرف على الحراسة بنفسه، وخد معاه 4 عساكر ووزعهم في المنطقة اللي حوالين القطر. ومن هنا هتبدأ الحكاية اللي عاش أحداثها حسن إبراهيم الجرحي وكتبها في مذكراته قبل ما يتوفى سنة 65. بيقول الجرحي في مذكراته إن حوالي الساعة 1 بعد نص الليل وهو قاعد في مكتب ناظر المحطة سمع صرخة استغاثة ومعاها صوت رجلين بيجري على رصيف المحطة بسرعة جدا، لدرجة إنه خرج بره أوضة الناظر وفتش رصيف المحطة حتة حتة بس ما لقاش أي حاجة. وعشان كده جمع العساكر ال4 وحذرهم إن يكون في حد فيهم بيهزر، وقال لهم إنه لو اكتشف اللي بيهزر هيكون حسابه معاه عسير ويحبسه. بس العساكر ال4 كلهم حلفوا وأقسموا إن محدش فيهم هزر ولا قال أي حاجة من الكلام ده، بس واحد فيهم قال إنه سمع صرخة الاستغاثة دي والجري ده قبل كده في مرة كان بيخدم فيها في المحطة، بس ساعتها خاف يتكلم لحسن يقولوا عليه مجنون. وحسن بيقول إنه شخط فيه ساعتها وقال للعساكر كلهم يرجعوا لمكان النقط اللي كان محددها لهم. ورجع حسن لأوضة الناظر وقعد على المكتب وهو متلخبط ومرعوب، بس في نفس الوقت كان مجهز نفسه لأي حاجة غريبة تحصل. وبيقول حسن إن بعد نص ساعة من اللي حصل ده حصلت حاجة لحد ما طلع على المعاش ما كانش مصدقها أبدا. بيقول الضابط حسن الجرحي إنه هو قاعد في الأوضة اتفتح الباب بالراحة ودخل عليه المكتب حاجة عبارة عن جسم واحد بس ملوش راس. وبيقول حسن إنه كان واقف قدامه وبينهم وبين بعض المكتب، والجسم ده مسك ورقة وقلم كانوا على المكتب وكتب بسرعة رهيبة: أنا عبد التواب مصلحي، خلص عليا 2 حرامية ملثمين من 3 شهور وسرقوا مني 3000 جنيه، كنت واخدهم من الحاج أحمد عبد الغفار اللي أنا شغال معاه عشان أحطهم في حسابه في فرع بنك مصر اللي في بنها، ودفنوا الراس على بعد 6 متر من رصيف المحطة على الجهة القبلية، وحطوا الجسم على سكة القطر من غير ما حد يشوفهم. أنا عايز الجسم يتدفن مع بعضه عشان أرتاح. وبعدها وقع القلم فوق الورقة واختفى الجسم في ثانية، وكل ده والضابط حسن متجمد من الرعب ومش قادر يتحرك. ومفيش ثواني وسمع صوت الصرخة والجري على رصيف المحطة من تاني. وبيقول الجرحي إن بعد كام يوم لما فاق وقرأ الورقة مليون مرة عشان يتأكد إن اللي حصل قدامه ده بجد ومش تهيؤات، وصل لحل ما يطلعهوش مجنون قدام زمايله. فكتبت على الآلة الكاتبة بلاغ للنائب العام بتوقيع فاعل خير، ذكرت فيه تفاصيل الواقعة والسرقة ومكان الراس، وجات المباحث وبدأوا التحقيق مع شوية من المشتبه فيهم، وكنت حريص إن أكون معاهم وهم بيدوروا على الراس جنب رصيف المحطة. وكانت الصدمة لما لقيتهم طلعوا جمجمة جنب رصيف المحطة في نفس المكان اللي حددوا العفريت. أما المفاجأة التانية كانت نتيجة تقرير الطب الشرعي اللي قال إن الجمجمة لواحد اسمه عبد التواب مصلحي اللي لقوه متفرتك على شريط القطر من 3 شهور، وتم التعرف عليه عن طريق أسرته بسبب الوشم اللي شافوه على دراعه اليمين. وفعلا البقايا كلها اتجمعت واتدفنت مع بعض زي ما طلب عبد التواب. ومن اليوم ده اختفى صوت الصريخ والجري من على رصيف المحطة عشان تخلص أغرب حكاية من حكاوي الدنيا.